ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل سنه وانتم طيبين. ربنا يكون بخاطركم ويكون الصحه يا رب العالمين يا حبايبي. بس هي كانت بتلعب في العين، مش عارفه مالهم عايزين يولعوها. خلاص يا حبيبي، خلاص اتقفلت عليك. ماشي اتقفل. ايه هنعمل؟ اطلع وجه بره جنب مصطفى. بصوا بقى يا حبايبي، هنعمل اكله كده ايه حلوه. بس انا طبعا بصوا بشرت بصلايه. هي كشري جميل جدا كلنا بنحبه. انا بس بشرت بصلايه ماشي، ما خدتهاش كلها زي ما انتم شايفين كده. حته بصلايه وحبه زيت حلوين. هعمل كده. هو انا اول مره اعملها للعيال دي بقى ايه. الاكله دي بتاعت الناس الشرقاويين اللي هم الناس اللي ايه الناس المحترمه اللي انا من ضمنهم. الشرقيه ابو كبير ماشي. لازم يعملوا الكشري يا ابني حبيبي. لازم يعملوا الكشري ببصل بالتفتكر كده ايه. يعملوا البصل بصلايه حلوه كده ويحمروها بحبه زيت حلوين. ومعانا كده بصوا معانا جايبه كيلو رز. وجايبين عدس كده زي ما انتم. العدس ده كان عندي من رمضان بصراحه. بصوا كان عندي عدس ده من رمضان، فانا عملت زي كوبايه ونص كده عدس. كان عندي العدس ده بس. ومع وكركر بقى واحده ماجي. ومعانا كده بصوا كده معانا كده بصوا. الطماطم بقت ب20. الطماطم قصدي ب15 يا ولا. جبت كيلو. والفلفل ب20 جبنا ب7 جنيه. وجبنا الفلفل والبرنجان ب15 جبت نص. وفجل وحاجات من دي ماشي. اول ما البصله ايه تاخد لون هنحمر البصلايه تاخد لون ايه. هنحمر كده بصوا. الكشري ان شاء الله يبقى هيعجب العيال وطعمه جميل جدا. رجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي كده البصلايه الصلاه على النبي زي ما انتم شايفين بحمرها تدي لون ايه. اوعوا تحرقوها. ابعد بعيد بقى عشان تقولوني انا. ايوه ادم بيقول لكم لون ذهبي ماشي. بصوا يا حبايبي احنا كلنا خدنا البرد ماشي. انا حاطه حبه زيت بالبنجان مع بعض برده. والاكله تنفع جنبها بيض. وبس احنا عشان عندنا برد فمش هينفع بيض بصراحه. انا ما رضيتش اجيب بيض. ادهم كان النهارده بيضه. وامبارح كنت جايبه لهم بيض بس طلع ايه الواد يوسف تعبان. انا جيت لقيته يا عيني مستنيني قاعد لي على الباب. مش عارفه المجموعه بتاعته راحت فين. انا جايب 3 حبات ب20 جنيه اهو. لسه يوسف ابني واخده. مش عارفه يا حبايبي في ايه كده. ربنا يستر ربنا يستر. الحمد لله. انا اول ما البصله كلنا يعني خدنا دول ما يعلم بالله ربنا. ادعوا بقى ليوسف. يوسف تعبان. يوسف بس ربنا يهديه ويصلح حاله عشان ربنا يصلح حالهم كلهم. سيبوا بقى. انت عايز ايه من الباب؟ ما تسيب الباب. والله يا يوسف اللي بيعوز ينام بينام لو احنا في المولد. صح يا حبايبي؟ هو رحيم اللي بيعكسك. ادهم بيصورني ومصطفى نايم ماشي. وهنحط بقى وحده الماجي. وهنعمل بقى ايه اكله جميله وادهم بيحبها كلنا بنحبها. بس ادهم دايما بيحبها ببطاطس. بس انا بقى يا حبايبي انا لسه جايه من شغلي. فانا الحمد لله انا سبت سهره ماشي. انا سبت سهر بالليل. ما ايدك يا ادهم ما تحطهاش على الكاميرا. انا سبت السهر وبقيت اشتغل بقى بالنهار. اسكتوا يا حبايبي عشان ابقى قدام العيال كانت بتعمل قلق وكانوا برضه لوحدهم. فالحمد لله. يلا راجعه لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي اللون ده اهو. قرب كده يا ابني. قرب. بصوا كده حطيت واحده ماجي. هي اصلا هتدوب مع البصل اهو زي ما انتم شايفين. الكشري دوت جربوه جميل جدا. هو كشري مصري زي انت ما بتعملوا. غسلت الرز دوت كذا مره. غسلته كذا مره. الراجل مديهولي مش عارفه ماله. في حاجات غريبه كده. كمان ان انا غسلته غسله حلوه. يلا هنزل بالبصله بسرعه. يلا بصوا كده. صور عادي زي ما انتم شايفين. انت بتقولي هنزل بالبصله بسرعه. بالرز. يلا 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 يلا. بصي بالعدس بقى يا حبايبي. الصلاه على النبي زي ما انتم شايفين. الله يكون بخاطركم. انا نفسي ما تنساش في اللايك يا جدعان. وبجد بصوا بقى اديها تشويحه كده. صور عيد الادم عشان الناس حبايبنا ما يتعبوش. بصوا بقى عملناها مع البصله كده تديها طعم جميل. جربوها بس يا حبايبي. هو كل اللي مختلف ايه. هو الكشري ده سهل جدا كلنا عارفينه. بس جربوه بالبصله كده. صور يا ادهم هنا في الاكل. جيب لقطه كده ولقطه عندي ماشي. بصوا بقى يا حبايبي. وهننزل بايه كركر كده عشان يدوكوا لون الصفار. اللون اللي هو ايه. استنوا كده.
عشان يدينا اللون الصفاري الجميل. كتري الكركر حلو على فكره، الكركر جميل. حطي كله. لا ماشي. هنحط حبه دقه من دي، بس انا ايه هحط حبه صغيره عشان دي فيها شطه بس. ماشي. هنقلب الكلام ده كله كده. يلا يا ادهم صور هنا. اوعى ايدك بس، انت داخل على بصوا يا حبايبي، خدوا بالكم عشان الكشري بيعجن. هنزل بيه بالميه بس. هو يا دوبك دوت يعني ايه، الميه دي كده مظبوطه، مش هحط ميه تاني اهو. كشري جميل جميل. بصوا يا حبايبي، بصوا لي بقى يلا واتملوا سمك في البتاع. بصوا بقى الم الليله بتاعتي دي واظبط الحاجه وجايه لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، انا حاطه معلقه زيت بس، معلقه زيت واحده، هي واحده بس. طبعا الباذنجان امال فين الزيت؟ هي ندع بس، والله بعمله بيبقى زي العسل عشان ما يشربش زيت كتير. واعملي كميه باذنجان لو معلقتين زيت والله العظيم. الطريقه اللي انا بعملها دي بيعملوها اللي هم بتوع المطاعم، اللي هي المطاعم النضيفه يعني الحلوه كده يعني يا حبايبي. ماشي، فبيبقى طعمها جميل جدا. ايه بابا شفتي كام؟ بس يا رحمه تعالى جنبي هنا. بصوا يا حبايبي نعمل ايه بقى زي ما انتم شايفين كده. شايف ماما؟ بصوا هعمل باذنجان وهننزل عليه بكوبايه ميه. مية كمان ماما، مية خدي يا كمان. رحمه دي حبه ميه. الحنفيه هنا يا حبايبي بايظه فعايزه سباك، ما هي باظت لوحدها والله. يلا يقول لها ميه يا رحمه وهات. احنا جينا هناك بايظ. والله مش عارفه في ايه. بصوا الباذنجان بقى ب 15، الطماطم بقت ب 15، الفلفل بقى ب 20. حاسب. يلا اقفل باب الحمام والحاجه هنا. والله ربنا يستر. ما تبلهوش. يلا الحمد لله الله المستعان. ما هو لازم يهبل. يلا عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، راجعه لكم تاني بقى. بصوا والخضره، بصوا لسه هنضفها. معانا خضره كده اهو، وده جرفال وده جرجير. هنعمل طبق سلطه والحمد لله على كده. بحبكم جدا وراجعه لكم تاني. يلا يا حبايبي نضفنا بقى الخضره بتاعتنا كده. بصوا في الجداد، بصوا كده ننضف الخضره اللي مش نضيفه طبعا نطلعوها، تبقى نضف من ساعتها الفجل والله. ماشي. هي الاكله دي عباره عن سلطه وعن حاجات كتير، بطاطس محمره وبيض بس ايه. وطبعا هنعمل بقى طبق سلطه حلو كده، وتحطي بقى اللي موجود عندك حطيه. ادي الخضره بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وغسلنا الطماطم بس يا رحيم. هنعمل بقى طبق سلطه حلوه كده. والجرجير بتاعنا دوت كنت بعمل ليموناته للعيال، والباذنجان على النار اهوت. ماشي. وغسلنا الطماطم. وتعالوا كده نشوف الايه. طبعا الباذنجان زي ما انتم شايفين. بصوا علق عليه النار كده اهو. انت خدتها. والكشري بتاعنا ماشي. راجعه لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي بقى الباذنجان. بصوا والله العظيم زبده. تعالي يا ادهم كده. بصوا يا حبايبي، شفتوا بقى حطيت كوبايه ميه. بصوا زي ما انتم شفتوا كده. حتى بصوا كمان هتلاقوا نزل منه زيت قد ايه والله العظيم. عايزه اوريها لكم. بصوا السلطه. استني يا ادهم كده نوريهم بس. بصوا يا حبايبي الزيت ده. انا بصوا كمان بصوا الزيت، حطيت كوبايه ميه زي بتوع المطاعم بالظبط. بصوا بقى وعملنا طبق السلطه. ابعد بعيد شويه كده. بصوا يا حبايبي وزبده. انا مش عارفه امسكها لكم سخنه. بصوا الجمال. بصوا سخنه والله. ماشي. معايا دقه كده هحبشها. وعملنا السلطه وليمون معصفر اهو. بصوا كده عملنا حبتين الليمون المعصفر كده اللي هو يعني انا اللي عاملاه. نجيب بقى اللي تحت كده. انا هحط بس وحدتين يعني كنت عشان تديني شويه بصوا سلطه لوحدي. ماشي. طب ما السلطه اهي. انت حط فيها بس. نقي البصل بس. طعمه بصوا جميل. ادي الليمون ده انا بحطه في التلاجه بينه وبينكم، ما تلعبش في التليفون بعد اذنك. ماشي. وهناخد بقى ايه، خلي الليمون ده كده. بصوا بقى راجعه لكم بقى احبش الكلام دوت وراجعه لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي جينا النهايه بقى اللي احنا خلصنا زي ما انتم شايفين.
قلنا فلفل. وكنا بصوا كده. ولكن الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في يلا القناة. كانت مريم مصطفى عشان يلا يا انت بتتكلم هنا قوي ليه كده؟ اتكلم ورا بعض. يلا كفايه انت اتكلمت، تقعد تتكلم بقى خلاص. بصوا يا حبايبي، وطي التلفزيون يا رحيم يطفي دلوقتي. يلا روح بسرعه. بصوا يا حبايبي بقى ايه اهي الكشري بتاعنا. بصوا ما تقولوش هو مش معجن، هو الكشري كده بس طعمه بقى وكتاب الله يا حبايبي ما قادره اوصف لكم. اطفي يا رحيم، اطفي. متهيألكم ان هو معجن، هو مش معجن. انا شايف ريحة حلوة. هو ريحته جربيه بالبصل، ريحته بس بتعجبها لكم يا حبايبي عشان صوت الطبيعي والنشر. حبه كشري بقى والله العظيم رحيم جعان اصلا. فايه بصوا والله طعمه جربوه بس كده، بصليه كبيره وحمريها. يلا بو مش تندم. بس جربوا، كلكم عارفين طريقه الكشري، بس لكم ادهم ده كفايه الريحه بس. الله. وبصوا بقى الباذنجان، كوبايه ميه ومعلقه الزيت زبده. بصوا انت حددتي انت. بصوا الجمال. تعالوا نحط الليمون. الليمون لسه اخضر. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله وتكاته وحركاته. خلي بقى الليمونه دي نحطها برضو على الباذنجان. حاضر يا رحيم حاضر. جعان. الرحيم ايه زمانه متحمس للاكل هيتعمل. بيحب هو الكشري. شويه سلطه بقى الموجود حطيه، بصلايه يا بقى يا ام كان بطاطس. ماشي معلش انتوا ما زرتوش بطاطس برضو. بيبقى طعمه جميل. بصوا يا حبايبي انا كنت اعمل لهم. بصوا يا حبايبي مش لازم الموجود على قد ايدينا كده. البطن ما انا مش واكل بيض الصبح دي عايزه جنبها بيض، عايزه جنبها بطاطس محمره، حطي خلاص يا بابا خلاص. العو هيشدك في الحمام عمال يفتح ويقفل في الباب يا حبايبي، وصابه هتتعمل دلوقتي. ماشي. والليمون المعصفر انا اللي باكله. ماشي زي ما انتوا شايفين حطيت وحدتين كده ومش هاكلهم اصلا، ده هم يا دوبك هاخد حته صغيره والباقي هينزل في البرطمان تاني. يعني بصوا انا باخد بالكماشه واحط مش بايدينا، وشلتها في التلاجة. والعدس اهو كان عندي من رمضان، ده الشاي والسكر. ماشي. فربنا يكبر بخاطركم. وان كان عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير كده، واشتركوا في قناه ام ادهم. وربنا يكبر بخاطركم. وجايبين كده بالصور كده يا ادهم، بصور عدل خضرتنا وصور عدل. بس الكشري الجميل وزي ما انتم شايفين. معانا الاستاذ رحيم عايز ياكل. ماشي ميت من الجوع. ما تنساش في اللايك والشير. طبعا هنطلع، انا هروح اقعد وادم هيحول الحاجه دلوقتي مش قادره. ما تنساش في اللايك والشير واشتركوا في القناه، قناه مدام مصطفى رقم 1 رقم 2. بحبكم في الله اخواتي، زعلانه منكم جدا جدا. بالله عليكم عايزه الفيديو ده يبقى لايكات كتير. ربنا يكبر بخاطركم وارجع لكم فيديوهات جديده ان شاء الله. باي 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 باي.